السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن الشطارة. للأسف عندنا في مصر لو حد كويس أو بيعمل حاجة بطريقة ماهرة بنقول عليه شاطر، بغض النظر عن إن شاطر دي أصلا شتيمة معناها خبيث أو لئيم، بس كتير من الناس ما تعرفش الكلام ده، مش موضوعنا دلوقتي. لو سمعت مني كلمة شطارة في الفيديو فأنا أقصد بيها المعنى الموجود في السياق العام اللي إحنا عارفينه، اللي هو المهارة وإن الشخص بيعمل الحاجة بطريقة احترافية مثلا، تمام كده؟ تمام. عندنا محلين في المنطقة سوبر ماركت، دايما بتصل بيهم عشان اطلب منهم حاجات، ولازم اتصل بيهم لان في حاجات ساعات مش بلاقيها في الاول فبتصل بالتاني. اول سوبر ماركت منهم اول مرة اتصلت بيه في حياتي، اول ما كلمته سجل رقمي والعنوان، المرة التانية والتالتة كل ما اجي اقول له العنوان خلاص عرف، فاتبرمجت ان انا اول ما اتصل بيه اقول الطلب واقفل، خلص الموضوع. التاني انا قعدت شهور كل ما اتصل بيه ما يسجلش الرقم ولا العنوان، خليني زي الروبوت كده افضل اعيدهوله، يعني اقول الطلب والعنوان الطلب والعنوان. طلبت منه اكتر من مرة انه يسجل البيانات دي لكنه ما عملش كده. لو احنا خدنا الموقف ده لشركة من الشركات اللي انا اشتغلت فيها في حياتي هنلاقي ان في ناس كانت ما بتعملش الحاجة وما بتتطورش وما بتساعدش الشركة بسبب عدم التقدير. الشركة مش بتقدره، ساعات بتقبضه في وقت متأخر، فهو شغال بمبدأ ايه؟ على قد فلوسك او على قد معاملتك. هنا السيناريو مع المحل بتاع السوبر ماركت ده مختلف. هنا مفيش عدم تقدير، الشخص اللي انا بكلمه ده هو صاحب المحل، ومفيش مدير فوقيه مثلا مش مقدره، او مفيش شركة بتأخر عليه المرتب، او مثلا واحد شغال مش طايق المكان، لا ده هو صاحب المحل وشغال وفاتح مكان عشان ياكل عيش. طيب هو ليه ما بيعملش كده؟ عشان في بعض الناس بتتولد بصفات وبتموت بالصفات دي، ما بيحاولوش يتطوروا ولا يتعلموا. السؤال هنا من وجهة نظرك، هل الشطارة اللي هي اقصد بيها المهارة والاحترافية، هل هي حاجة الشخص بيتولد بيها ولا صفة مكتسبة ممكن نتعلمها؟ كتير جدا على فكرة في صفات ما ينفعش تتعلمها، وممكن اكلمك عن الموضوع ده في فيديوهات تاني بإذن الله. بالنسبة لي انا شايف ان هي صفة مكتسبة ممكن تتعلمها، يعني ممكن اشوفها في حد واكتسبها منه واعملها، لانها مش لازم اكون مولود بيها. هنا يا شباب عادي ممكن اتعلم من السوبر ماركت التاني ده بيعمل ايه واعمل زيه. طيب عايز اقول لك انك لما تكون ماهر في عملك او تعمل الحاجه بالشكل اللي زي السوبر ماركت الاول ده هتكسب كتير، انت اللي هتكسب. نفس الموقف اللي انا حكيته لك من شويه بتاع عدم التقدير ده، كنت شغال في شركه استضافه وكان في عدم تقدير في المرتب وفي المعامله، وكان في تاخير في المرتب. يعني القصص اللي انا كنت بحكيها لك من شويه دي مش من فراغ، لا ده حصل فعلا. عايز اقول لك ان كان في ناس في المكان اعلى مني خبره بكتير في مجال الاستضافه بكتير جدا. الفرق بيننا كان ان انا كنت زي النوع الاول ده اللي هو كان بيسجل الرقم ده. لما بنيجي ننشئ سيرفر جديد لعميل بياخد السيرفر ده حاجه اسمها اي بي او انترنت بروتوكول، اللي هو عنوانك على الانترنت، وبندي الاي بي ده للعميل ونخش على اللي بعده عميل تاني ننشئ له سيرفر تاني باي بي تاني. الشخص ده لما كان بينشئ السيرفرات دي كان ممكن يسجل الاي بيات بتاعتها دي في برنامج او في نوت او في اي حاجه، عشان لما نيجي بعدين ننشئ سيرفر يدوي ونختار الاي بي مانيوال ما يحصلش المشكله اللي كانت بتحصل معاهم. كان ساعات يختاروا اي بي والاي بي ده تم انشاء اوتوماتيك قبل كده، فكان بيحصل شويه تعارض وبنضطر نحذف السيرفر وننشئه من جديد، وقصه حمضانه كده مش موضوعنا. لما دخلت في الموضوع وشفت القصه دي بدات اعمل ليست، عملت سكريبت بسيط تافه جدا، لو انت اتعلمت بشيلن برمجه اصلا هتعمله، مش محتاج حاجه، هو مجرد فكره ان هو اي اي بي بيتم انشاؤه اوتوماتيك بيسجل لي الاي بي ده في ليست، وبعدين بشوف الافيلابل اي بيز كلها اللي هي المتاحه، اشيل منها اللي اتعمل يتبقى لي اللي ما اتعملش. فلما يجي حد ينشئ اي بي مانيوال بيلاقي نوت تحت كده بيدوس عليها يفتح له الاي بيز المتاحه يختار منها، واول ما ينشئه بيتحط في الليست وبعدين يتشال من الافيلابل اي بي. قصه سهله وهايفه جدا، مجرد كانك سجلت رقم شخص وعنوانه عشان لما يتصل. الفرق بيني وبين الشخص ده اللي خلى المدير يعتمد عليا ان انا كنت بحاول اتطور، كنت بحاول ان انا اعمل حاجه كويسه. الحاجه هنا يا شباب اللي انا اقصدها مش حاجه في مجال الاستضافه، دي حاجه في الحياه عموما. طب السؤال المهم، انت ليه كنت بتعمل كده رغم ان في عدم تقدير؟ لان انا ما مشيتش بمبدأ على قد فلوسك او على قد معاملتك، انا هنا بعمل الحاجه لنفسي، انا بتعلم مهاره ان انا اعمل الحاجه بشكل كويس، ماليش دعوه بالشركه. انت مش هتعيش وتموت في الشركه دي، هتتنقل مكان تاني، ولما تتنقل مكان تاني هتاخد معاك خبراتك ومهاراتك، مش هتسيبها في الشركه. بالتالي لما بتعمل حاجه زي كده انت بتعملها لنفسك. انا ما بقولكش تعيش وتموت للشركه وتخلي ولائك للشركه والكلام ده رغم انها مقصره معاك، لا. انا بقول لك ان انت دلوقتي بتطور نفسك مش بتطور الشركه. الشركه على فكره هتتبسط منك وهتقدرك، وده اللي حصل معايا، والشركه قدروني بعدها.
لكن انا كان مبدئي في الاول ان انا اطور نفسي واعمل حاجه بشكل ماهر لنفسي الاول عشان ابقى حاجه، مش عشان الشركه. كملت فيها واتقدرت كان بها، ما كملتش فيها تروح مكان تاني هيقدروك. اي حاجه من دي ما حصلتش، في النهايه انت نفسك بتتطور. في كل الحالات انت الكسبان. فما تحاولش تبقى زي النوع التاني اللي هو مش عايز يسجل ارقام التليفونات. حاول تخليك ماهر مش شاطر. شكرا يا شباب.